رامز وبرنامجه معروفين من زمان بيخدموا مين وبيروجوا ليه، ولكن السنة دي في قلة أدب وألفاظ وإيحاءات وحاجات كده تحس إنها مقصود إنها تيجي بزيادة حبتين، تدخل البيوت وتتردد على أسماع الكبار والصغيرين سواء كانوا ولاد أو حتى بنات، لا وتعلق معاهم كمان وتتردد بين الصحاب وفي القعدات وعلى القهاوي وفي الجروبات وعلى السوشيال ميديا وفي كل مكان. يعني من الآخر ولا احترام للمشاهد الكبير ولا خوف على عقل المشاهد الصغير سواء كانت بنت أو ولد، ولا احترام لحرمة الشهر الفضيل اللي بنعيشه، الشهر الحرام، الشهر اللي ما ينفعش فيه اصلا نغلط ولا نقول الفاظ ولا نقول ايحاءات ولا نتفرج اصلا على رامز. وفوق ده كله البرنامج ده بس بيبدأ وقت الفطار لحد العشاء وبيدخل كمان على وقت التراويح. يعني من الاخر اللي مهتم برامز بيلغي صلاة المغرب والعشاء والقيام من قاموسه اصلا في رمضان، واللي مهتم بقى بباقي المسلسلات ما بيعملش حسابه اصلا على باقي الصلوات في الغالب. ولو دورت ورا الكواليس وفتشت خلف في أسطار برنامج رامز جلال هتلاقي الهدف الأول هو دس الألفاظ والإيحاءات والرموز والأشكال وتصويرهم بشكل كوميدي خفيف لطيف يدخل العقول من غير مشاكل ولا تعقيد. يا عم ما تعقدهاش، كله هيعدي. الناس تخلص رامز جلال يا دوب تلحق تشوف ال5000 مسلسل اللي مرصوصين من بداية اليوم لنهايته، وهوبا خلص رمضان في 30 حلقة مش 30 يوم، وطلع معظم الشباب والأطفال والبنات ب30 حلقة من رامز و30 حلقة من 30,000 مسلسل مفيش منهم هادف غير 2 3 بالكتير، والباقي كله واقفة حال مصف. تقول لا يا جماعة احنا في رمضان، فولو لايك وشير وصلي على النبي.